قبل ما ابدا الفيلم يا صديقي حابب اقول لك ان جايب لك فيلم جامد جدا، فيلم هيحبس انفاسك، وده لان الفيلم ده قصته غير عاديه. عشان تستمتع بيه عايزك تركز معايا وتسمع القصه للنهايه. بدون ما اطول عليكم صلوا على النبي يلا بينا نبدا. بيبدا فيلمنا مع ظابط ليو، وده بطلنا، وهو في مطعم وكان معاه بنت بنعرف انها عروسه وجايه يقابلها. مش بيحصل بينهم نصيب، فبتقوم وبتقول له خيرها في غيرها، السلام عليكم. لكن ابننا ما كانتش تلميذ يعني، قال لها بما ان خيرها في غيرها ادفعي انت الفاتوره بقى. لكن البنت ما كانتش سوسو يعني، قالت له اصلا انا طلبت الاكل ليك. فابننا ليو قال لها وانا ما اكلتش. فعلى طول البنت قالت له حق الله نقسم البلد نصين، يعني الفاتوره بالنص. بالفعل بينده ليو على صاحب المطعم عشان الحساب، ولكنه بيتفاجئ ان الاكل غالي جدا، وان صاحب المطعم نصاب اصلا لانه كاتب اوزان واصناف مش موجوده اصلا على الترابيزه. فصاحب المطعم قال له ده انت مش عايز تدفع بقى، وبينتهي البلطجيه بتوعه عشان يعلموا على ليو. فبيمد ليو ايده في جيبه وبيخرج التليفون مش الفلوس لا، لكن صاحب المطعم بيرميه لبعيد. فبيستهدى ليو بالله وبيقوم علشان يجيب تليفونه، وده لانه مش عايز مشاكل. لكن صاحب المطعم زق ليو من قفاه ونكشه، واللي نكش ليو ندب يستحمل قله الادب. هوب طخ عمك ليو نزل فيهم ضرب واحد ورا التاني ومحدش كان قادر عليه، وبيبان قد ايه انه نينجا في القتال وانه حريف كمان. يا جدعان انتوا اللي نكشتوني بقى، ما انا كنت في حالي. فصاحب المطعم بص له وضحك، يا راجل ده كنت بهزر معاك يعني مش كده. في الوقت ده الشرطه بتوصل، والظابط بيكون صاحب ليو اصلا، وقال له يا اسطى انت كنت في المعدي بتاع الجواز. والظابط بيقول لصاحب المطعم ان ده الظابط ليو، وانه يحترم نفسه بعد كده معاه، وان اي ميعاد مدبر للجواز ليه هيكون في مطعمه. بتلف بين الكاميرا على واحد اسمه ناوي، كان في بالها ليلي وبيقدم مراته، وبنعرف انها رقصت باليه درجه اولى، فن راقي يعني. المهم زعيم الاجرام في المكان عينه بتكون على مرات عمك ناوي، وبالفعل في الاوضه بتاعت البنات بيدخل الزعيم وبيتم طرد الكل بره الا مرات ناوي. وبيقرب الزعيم منها وبيكون معاه الدراع اليمين ليه واسمه جو، وبيديها فلوس وبيقول لها ظبط الزعيم بقى، وبياخد نفسه وبيمشي. طبعا البنت مش بتكون فاهمه اي حاجه، لكنها خافت لما الزعيم كان بيقرب منها بشده، وقال لها انه حبها من اول نظره وانها لازم تكافئه، وبيعايرها بجوزها لانه كان مدمن مخدرات وتعافى منها. البنت بتكون رافضه اي علاقه معاه، لكنه بيقرب منها وبيقطع هدومها. بره بنشوف ناوي جوزها وهو بيقرب من الاوضه بتاعتها، ولكن جو بينده عليه وبيعطله. وبعد مرور فتره من الوقت بنشوف ناوي وهو متعصب جدا ومعاه سكينه في ايده ورايح للزعيم، وبيقول له اغتصبت مراتي يا خاين يلي الشيطان وزك. فالزعيم كان على وضعه وقال له يا اسطى الكلام ده، وبعدين فهي يعني ما كل شيء بيحسبه برضه، واللي كنت عايزه من مراتك خدته وخلصنا. لما ناوي بيهجم عليه البوديجارد بتاع الزعيم بيمسكه من رقبته وبيجيبه الارض. اما الزعيم فبيرمي له فلوس كتعويض عن اللي حصل، وقال له روح اشتري حاجات للبيت ولمراتك وروق كده يا جدع في ايه. في اليوم التاني بيظهر ناوي هو ومراته هم على سطح بيتهم، وكانوا في قمه حزنهم. وناوي قال لمراته سامحيني انا السبب في كل اللي حصل لك، لكنها قالت له تعالى ننسى كل حاجه ونسيب البلد ونبدا في بلد تانيه من جديد. ولكن فجاه ناوي بيرمي نفسه من على السطح ومراته كانت وراه. بتنتقل بينا الاحداث لقسم الشرطه مع الضابط ليو والمأمور بتاعه، وكان بيتريق عليه بسبب انه لحد دلوقتي مش لاقي عروسه. فجاه بيجي ليو اتصال بيعرف منه ان ناوي انتحر، والمأمور قال له اقسم بالله ما هتمشي الا لما اديك التحيه. وبيروح الضابط ليو لبيت ناوي وبيعز امه وبيقول لها شد حيلك والبقاء لله، وبيقف قدام صوره ناوي، وبنعرف انه الضابط ليو هو السبب في انه بطل مخدرات. وهو خارج لبره بيشوف مرات ناوي اللي كانت في غيبوبه وفي سريرها جوه، ولما بيمشي بيخبط بالغلط في جو الدراع اليمين للزعيم، وبيقول له لا مؤاخذه يا صاحبي. بيدخل جو يسلم على ام ناوي وبيديها فلوس وبيقول لها انهم مرتب ناوي. بيروح يطمن على مرات ناوي وبيكلم الزعيم وبيقول له ما تخافش ده يا دوب جثه على سرير. بعد كده بنشوف ليو وهو مع المأمور اللي قال له يا اسطى جايب لك المره دي عروسه انما ايه فورتيكا. ليو قال له ارحمني بقى يا اخي انت كل ما جايبك هباب. لكن المأمور قال له اتقل على الرز يستوي. بس ليو بياخد نفسه وبيمشي وبيروح المطعم وبيبدأ انه يقابل عروسه في الثانيه في الثالثه، كلهم بيكونوا مجانين ومش عاجبين ليو اصلا الا بنت جميله اسمها سو. بتقول ليو ان اهلها هم اللي غصبين عليها تيجي تقابله، وانها بتحب واحد تاني اصلا. وقتها ليو قال لها ولا يهمك عادي، لكنه توتر جدا لدرجه ان العصير وقع بدون قصد منه. وبيلاحظ ليو وجود اثار للضرب على جسم سو، ولسه بيسالها ايه ده. حبيب سو بيوصل وهي بتجري عليه وبيكون شديد جدا وعنيف معاها، وكان بيضربها بكل غل. لسه هيكمل عليها بيوصل ليو وبيديله ضربه جابته الارض، لكن حبيب سو بيقوم له من تاني بس ما قدرش على ليو اللي ضربه وحط عليه من تاني. وهنا سو اتدخلت وقالت له انه يسيبه وانها تمام وبخير، وبتركب مع حبيبها العربيه. بس ليو مش بيسكت، بيروح وراها وبيكونوا دخلوا الملهى الليلي الخاص بالزعيم. وقتها حبيب سو بيشوفه هو ورجالته بيتلموا عليه وبيقول له يا بجحتك يا اخي جاي المكان برجليك.
بيؤمر رجالته انهم يضربوه. بالفعل بيعملوا كده، ولكن ليو بيفاجئهم بقوته وانه نينجا في القتال. بيضرب الاول في التاني وبيجيب الكل الارض ومفيش حد كان قادر عليه. فحبيب سو بيجيب النينجا، فرجالته بيقابلوا ليو. بيطلع النينجا ابن عم ليو اصلا اللي بياخده المكتب. وليو بيساله انت جيت البلد امتى؟ قال له من 6 شهور. بعد كده بيسال حبيب سو انت ليه بتضربها وبتعنفها بالشكل ده؟ لكنه مش بيرد. والنينجا بيقول لحبيب سو اتاسف ياض للظابط ابن عمي، وفعلا بيتاسف. بعد كده النينجا بيقول له هاخدك لمكان انما ايه جامد اخر حاجه. بياخده فعلا للملهى التاني، وده برضه تبع الزعيم. ولما بيوديه اوضه القمار بيشوف هناك جو، وليو بيقول له يا اسطى انت بتلعب غلط. وقتها الزعيم بيوصل وبيقول لليو العب انت وفرجنا الصح. فعلا ليو بيلعب وبيكسب. فالزعيم بيقول لمعجي اديله المكسب بتاعه. فبيستغرب ليو من كميه الفلوس وبيقول للزعيم ده انت خاربها بقى دمار في البلد. الكل بيتصدم من كلامه، بس النينجا ابن عمه بيدار على الحوار وبيعرفهم عليه وانه بيهزر وكده يعني. ولما بيعرفوا انه ضابط في الشرطه بيتريقوا على المرتب بتاعه وانهم بيقبضوا ملاليم. فمعجي بتقول له اشتغل مدير امن للملهى واديك 10 اضعاف مرتبك في الشرطه. لكن ليو بيرفض وبيشده وبيقول لها انه ما يعرفش حاجه غير انه يقبض على المجرمين والحراميه. كان بيلقح طبعا عليهم بالكلام. بعد كده بنشوف ليو هو في عربيته، كان بيفتكر انه شاف جو قبل كده في بيت ام ناوي وهو بيعزي. فعلى طول تاني يوم بيروح للمأمور اللي كان في اجتماع، ولما خرج عرفه انه شاف جو في بيت ام ناوي. وبيفرجوا على صور لشويه شباب انتحروا برضه من 6 شهور بنفس طريقه ناوي ومراته. وبيربط ليو الاحداث ببعضها، وبيقول للمأمور انه عايز اذن للتحري في قضيه ناوي، وانه متاكد ان الزعيم هو اللي ورا كل ده. وبتشاور الشرطيه على صوره البودي جارد بتاع الزعيم. والمأمور بيرجع بالذاكره وبيعرفنا ان هو اللي بيدرب الزعيم على القتال. اما جو الدراع اليمين ليه فده اصلا مجرم كبير. ولما واحد من رجال الاعمال الكبيره اعترض على ظلمه، جو شل اسنانه بكل وحشيه. وبعدها بنرجع لهم وكان معاهم صورة سو، والمأمور صرح لليو انه يمسك القضيه. وبالفعل تاني يوم ليو بيقابل البت سو، بيخرج لها البطاقه وبيعرفها انه ظابط، لكنها مش بتهتم وبتمشي وتسيبه. لكنه بيوقفها وبيقول لها انه عارف انها لسه طالبه، وبالرغم من كده فهي بتبعت فلوس كتير لاهلها اللي في القريه. بيقول لها انه كمان عارف ان حبيبها ده مش حبيبها اصلا، وانها اكيد بتعمل حاجه غلط. وبيفرجها صور مرات ناوي وبيقول لها انها انتحرت من 6 شهور. وبيسالها لو تعرفها، لكنها انكرت معرفتهم خالص وقالت له سيبني في حالي وما تكلمنيش تاني. لما بيجي الليل بنشوف سو وهي نازله من عربيه واحد غني ومعروف طبعا هي كده شغاله ايه، لكنها فجاه شافت حبيبها وهو ماشي مع بنت غيرها، فبتاخد نفسها وبتمشي وراه. وبتلاقي واخد البنت للزعيم اللي هيديها حقنه مخدرات. وبتفتكر سو اليوم اللي عملوا فيها كده وخلوها مدمنه، فبتقرر انها تتصل بالظابط ليو. لكن للاسف حبيبها بيوصل بعد كده، وبنشوفها عند ماجي وهي واقعه في الارض بعد ما ضربوها. وماجي قالت للنينجا ان ابن عمك الظابط مش ناوي يجيبها على خير، وانه يشوف حل معاه والا هيقتلوه. وعشان كده الزعيم قرر انهم ينقلوا البنات لمبنى تاني لحد الامور ما تهدى والشرطه تبطل تدور وراهم، وبيكلف النينجا بقتل البنات. بعد شويه بنشوف المأمور وهو جاي لماجي عشان يقبض عليها، وبيقول لها ان في بنت اسمها سو مفقوده وانها اتصلت بالظابط لكن اتصالها اتقطع فجاه. فماجي عرفته انها مظلومه وانها بتشتغل في السليم. وقتها الظابط ليه اخد لفه في المكان وبيوصل للمبنى الخلفي للملهى. بيشوف الكاميرا اللي في المحل اللي قدام الملهى وكان معاه المأمور، وبيكتشفوا ان في 3 عربيات خرجوا من الملهى في نفس الوقت، وكل عربيه فيهم كانت في اتجاه. وده طبعا تمويه من الزعيم، لكنهم قرروا كل واحد فريق منهم يمشي ورا عربيه. فليو مشي ورا عربيه قائدها كان النينجا، وبيدخل ليو الحمام وبيتفاجئ النينجا من وجوده. وليو بيقول له انا عرفت انك شغال في الشمال مع الزعيم، ايه اللي وصلك لكده يا صاحبي؟ فالنينجا قال له ان هو ما كانش لاقي شغل وانه كان بينام على الرصيف وهو بردان وجعان وما لقاش الا الزعيم اللي انقذه وشغله ونظفه، وانه مش ناوي يرجع للفقر تاني. فليو بيعرض عليه انه يساعده في القضيه مقابل انه يخليه شاهد ملك، لكن النينجا بيرفض. والاتنين بينزلوا طحن في بعض ومحدش فيهم كان قادر على التاني. بيبان ان النينجا جامد قوي في القتال وانه في مستوى ليو، وده لانهم كانوا بيتدربوا مع بعض من صغرهم اصلا. والاتنين بيجيبوا بعض الارض وكل واحد فيهم عايز يسيطر على التاني لدرجه انهم كسروا الحمام عليهم. وبعد قتال عنيف بين الطرفين دام لفتره طويله بيقدر ليو انه يسيطر على النينجا بصعوبه كبيره وبيخلي الشرطيه تكلبشه. وقتها بيجي للنينجا اتصال من الراجل اللي هيستلم البنات، وبيعرف ليو من النينجا انه ما يعرفش شكل اللي هيسلموا البنات ايه. وبعدها بنشوف ليو وهو واقف مع الراجل اللي هيستلم البنات وعامل فيها انه النينجا
اما النينجا اصلا فكان متكلبش في العربيه ومعاه الشرطيه. اما ليو فبيمشي ورا الراجل اللي هينقل البنات لشغلهم التاني، وبيبان ان في بنات كتير في الاتوبيس وكلهم مخطوفين اصلا. بنشوف ليو وهو بيتصل بالمأمور وبيعرفه هو فين علشان يجيب الدعم ويوصلوا له بسرعه. من هنا بنشوف البنات اللي وصلوا للمبنى، واول ما بيدخلوا بيشوفوا بنات بيصوروا بثات مباشره بس في الشمال، وبيستقبلهم جو الدراع اليمين للزعيم وبيأمرهم ان كل واحده تستريح في اوضتها لحد ميعاد شغلها. بتلف بينا الكاميرا على النينجا اللي خنق الشرطيه بالحزام وكان بيحاول يتخلص منها باي طريقه عشان يهرب، لكنها كانت شديده جدا وبتعافر معاه وبتحاول انها تدافع عن نفسها، ولكن النينجا كان قوي جدا وهي ما قدرتش عليه. فضل يخنق فيها لحد ما بيفقدها الوعي، وبيتصل بسرعه بالزعيم وبيعرفه ان تم القبض عليه وان ليو في المبنى اللي فيه البنات. على طول الواد ابو شعر اصفر بيروح يصحي سو وبيقول لها تكلم الضابط ويخليه يدخل لها هنا، لكن سو بترفض وبتقول له بدل ما تتعب نفسك وتضربني اقتلني وخلاص، لكنه استخدم ذكائه وراح جاب صاحبتها وهددها انه هيقتلها لو ما عملتش اللي قال عليه. طبعا سو بتخاف على صاحبتها اللي كانت فعلا هتموت في ايديهم، وبتتصل بليو وبتعيط له، وبالفعل بيدخل ليو المبنى. ووقتها كان في تصوير لبنت مخطوفه غصب عنها وكانت في قمه خوفها، ولكن ابننا ليو اللي سترها بالقميص وكسر ايد اول واحد اتعرض له. من هنا بيوصل جو مع رجالته وقال له يا اسطى كنا في انتظارك، اتاخرت ليه بس؟ فليو قال له ما انا عارف انك مستنيني، وانت برضو اللي خليت سو تتصل بيا، انا مش عايل لا مؤاخذه. وبيبدا ليو يضرب فيهم واحد ورا التاني بكل غل وانتقام، وكان عمال يدشمل ويجيب اي حد في طريقه الارض ويعلم عليه، كان رشاش ما بيفضاش شبه الحاج. وفي اقل من 5 دقايق قدر انه يخلص عليهم واحد ورا التاني، ومش بيكون باقي الا جو اللي كان شاطر شويه في القتال وكان بيتفادى كل ضربات ليو، اللي جمع كل قوته وجابوا الارض وجاب العصابه الحديد وبقى يضربوا بيها. لكن جو بيقوم وبيقلب الدولاب على ليو اللي اداله ضربه في رجله فجابوا الارض تاني، ما انا مش هحل امك النهارده. وبعد قتال عنيف بيقدر ليو عليه، وكمان الشرطه بتوصل وبيروح ليو يدور على سو، واخيرا بيلاقيها وهي بتتاسف له انها اتصلت بيه وجابته وبقت تعيط. وبيروح ليو للاجهزه وبيلاقي مواقع كتير غير شرعيه لحد ما بيجيله خبر ان النينجا هرب والشرطيه في المستشفى، وبيلاقي ليو ورق كتير يدين الزعيم والزباله اللي معاه. وبيبدا المأمور تحقيق مع ماجي اللي كانت في قمه البروده ولا كأن في حاجه اصلا، وقالت له انها متبنيه البنات وبتشغلهم عشان يصرفوا على اهلهم. وبيحققوا مع حبيب سو مع الواد ابو شعر اصفر اللي كانوا عاملين فيها من بنها وانكروا كل حاجه. بنشوف ليو والمأمور وهم بياكلوا وكل الفريق بيكون متضايق لان مفيش اي حد اعترف على الزعيم ومش عارفين يقبضوا عليه. بعد كده بنشوف النينجا وهو مع الزعيم وقال له انا هسافر بره واخدك معايا بس في المقابل عايز منك طلب، وبيقطع المشهد على كده. اما المأمور فبيطلع في التلفزيون وبيقول ان اي حد عنده معلومه عن الزعيم والشغل الشمال بتاعه يبلغ الشرطه في الحال. وقتها رجل الاعمال اللي جو كسر له سنته بيروح للمأمور وهو معاه بنت، ولو نفتكر انها كانت في الاوضه اللي فيها مرات ناوي بس كانت في الدولاب من جوه، وصورت الزعيم وهو بيعتدي على مرات ناوي. فليو والمأمور والفريق خرجوا للقبض على الزعيم، ولكن ليو بيجيله اتصال من ام بارون فبيجري على بيتها بس ما فيش حد بيرد عليه. ولما بيدخل بيلاقي ريحه غاز ماليه المكان والست مغمى عليها، فبيفتح الشبابيك بسرعه وبنشوف النينجا وهو معاه ولاعه، وبيكون الطلب بتاع الزعيم انه يقتل الضابط، ولكن النينجا بيفتكر ايامه مع ابن عمه وما قدرش انه يولع في المكان. وبيرجع للزعيم وبيعرفه انه فشل وانه ما قدرش يقتل ابن عمه، لكن الزعيم على طول بيلبسه الطفايه فوق دماغه وبيكسرها عليه وبيفضل يضرب فيه برجليه. بعدها بيجي له اتصال من ابنه، ولكن النينجا اصلا كان فاتح تليفونه ومتصل بالضابط اللي سمع كلام الزعيم مع ابنه وبيعرف انه هيسافر كمان ساعه، وكمان بيقدروا يحددوا مكانه. وبيوصل له للمكان ولكن البوديجارد بيهجم عليه، بس ولله الحمد ما خدش غلوه في ايد ابننا ليو واتحط عليه. وبيجي دور الزعيم اللي هو اصلا سندال في القتال ومحدش كان بيفوز عليه ابدا، وبيقدر انه يتفادى كل ضربات ليو بكل احترافيه، وكان بيجيب ليو الارض وبيحط عليه. ولكن ابننا ليو كان جامد برضه وكل مره كان بيقوم له زي القطط ب7 أرواح. وفي الاخر الزعيم بيمسك الطاره وبيضرب بيها بكل قوته على دماغ ليو اللي بيغمى عليه، والزعيم بياخد نفسه وبيروح لعربيته، لكن ليو بيقوم وبيقول له رايح فين يا اسطى لسه ما خلصناش كلام. بيهجم عليه وبينزل في ضرب بباب العربيه، والاتنين بينزلوا طحن في بعض ومحدش فيهم كان قادر على التاني، وبعد ضرب ودشمله وطحن بين الطرفين بيقدر اخيرا ابننا ليو انه يسيطر على الزعيم اللي ربنا يهده وبيجيبوا الارض. بعد كده الشرطه بتوصل وبيبان ان الفريق كله اتضرب من رجاله الزعيم وحالتهم كانت صعبه قوي. اما ام ناوي فكانت بتسمع مرات ابنها اللي فاقت من الغيبوبه خبر القبض على الزعيم والشبكه الزباله بتاعته، وبكده البلد تكون نطفت من الزعيم وامثاله وبيخلص معاها فيلمنا. فما تنساش لو الفيلم عجبك يا صديقي تضغط لايك، تكتب كومنت، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.